اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا يا بابا. منوره يا حماتي. اهلا يا عزيزي يا ابني. الشاي يا حمايه. انت عارفه يا بنتي ان انا ما بحبش الشاي. انا بقى بحبه. الكيك يا حماتي. ما بحبوش. انا بحبه. يا عزيزه خلي بالك احنا دايما نغلط، الكيك لبابا والشاي لماما. نورتونا. حاجه غريبه قوي، انا كل ما اجي الاقي الراجل ده لازق لكم. هو ايه؟ من يوم ما طلع معاش ملوش شغلانه الا انتم؟ اتفضل يا بابا. اتفضل ايه؟ دي حاجه تسد النفس. قول لي ايه حكايه الوليه حماتك دي؟ كل ما اجي الاقيها لازقه لكم. هي خلاص جوزها توفى وما وراهاش غيركم ولا ايه؟ منور يا بابا. منوره يا ماما. عزيز ايه؟ هتفضل متقاعس كده مش هتجيب لنا عيل؟ بابا انا مش متقاعس، انت عارف ان العيب جاي من عزيزه، يعني ان انا ما عنديش اي عيوب يا بابا الحمد لله، ابنك تمام. بس يعني الحقيقه بلاش تتكلم في الموضوع ده احسن، عزيزه بتزعل وانا ما بحبهاش تزعل، وبعدين انا مش فارقه معايا لاني بحبها جدا. يا ابني انا لا يهمني زعلها ولا يهمني انك تحبها، انا يهمني انك تجيب لي عيل صغير نونو اسلي بيه وحدتي بعد المرحوم امك ما ماتت. بقول لك ايه، انت تتجوز عليها. يا بابا ارجوك، انا ما فيش اي حاجه ممكن تفرقني عن عزيزه او حتى تزعلنا من بعض. يعني انت كان لازم تتجوزي سي عزيز ده؟ ما كنت تتجوزي ابن عمتك راجل غني وعنده الفلوس بالكوم. انا مبسوطه مع عزيز يا ماما، الحب والتفاهم اهم عندي من كنوز الدنيا. يعني ايه انت تحب عزيز وانا اتبهدل في التاكسيات؟ تتبهدلي ازاي يعني؟ ما هو انت لو اتطلقتي من عزيز واتجوزتي ابن عمتك هيشتري لي عربيه ويوفر عليا البهدله اللي انا فيها دي. ماما من فضلك انا ما بحبش الكلام في الموضوع ده، انا لا يمكن اتطلق من عزيز ولا ازعل منه يوم واحد حتى. حكم. فعلا حكم. منورة يا مدام شكرية. منور يا استاذ شكري. منوره يا عزيزه. منور يا عزيز. انا تعمل معايا كده بعد عشرة السنين دي كلها؟ انا تجرجرني في المحاكم وترفع عليا قضية نفقة وطلاق؟ ما تعملش في نفسك كده يا استاذ نعيم، كلنا لها. وانت مالك انت يا اخي ومال الحاجات دي؟ ايوه يا سيدي، انت حظك من السما، ربنا مديلك زوجة عاقلة ومتفهمة. مش انا، مراتي منكدة عليا عيشتي، عاوزاني اشتري لها شاليه في اسكندرية عشان تصيف فيه هي وبنت خالتها الهبلة بنت الهبلة. شاليه في اسكندريه؟ ده انت مرتبك كله ما يكفيش اجره الغفير اللي هيحرس لك الشاليه هناك. قلة عقل، كل الرجالة كده. وبعدين بقى في الغلط ده يا ست سيده؟ أنا مش قصدي عليك يا أستاذ عزيز، أنا قصدي على جوزي. جوزي عينه فارغة وعينه زايغة، عايز يتجوز عليا. تصوروا عايز يتجوز عليا؟ أنا يتجوز عليا ليه؟ أنا وحشة ولا إيه؟ هو أنا مش زي بقية الستات؟ والله المسألة دي فيها نظر. يعني تقصد إيه؟ لا ما اقصدش حاجة، أنا يعني قصدي إن أنتوا مع أجوازكم أو ستاتكم لو كنتوا اتفقتوا من أول يوم على التفاهم بالحسنى كان أي مشكلة هتجيلكوا بعد كده هتحلوها بمنتهى السهولة. ايوه، ما هو اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار، صحيح، ناقصات عقل ودين. أنت اللي لسانك عايز ينقص منه حتة وأنا اللي هقصها لك. وبعدين بقى انتوا ما كفكمش الخلاف في بيوتكم، جايين تكملوا هنا ولا ايه؟ انا اخلاقي ما تسمحليش ان انا ارد على واحدة ست غلطت فيا وهزعتني كمان. ما هو لو كان بيرد على اي واحدة ست كان رد على مراته من زمان. استاذ عزيز، حضرة المدير عايزك. ها؟ حضرة المدير عايزك. المدير عايزني؟ اخيرا طلبني؟ اكيد هيبشرني بالترقية اللي انا مستنيها بقالي سنتين. يا بخته، مراته مهنية جدا، جابها منين دي؟ لا ده غير الترقية كمان. يا بخته، جت منيلة في حظنا العباد. انا عارف ان حظي دايما كده. ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا استاذ عزيز، اتفضل. سلامتك سلامتك يا استاذ فاضل. مين اللي فتح دماغك الفتحة السوداء دي؟ السيد وكيل الوزارة.
معقول السيد وكيل الوزاره يفتح دماغ سيادتك عشان المصلحه ما حققتش الخطه؟ السيد وكيل الوزاره صحيح حاططني في دماغه على طول، انما مش هو اللي فتح دماغي. امال مين يا فندم؟ المدام يا فندم. مش المدام، اهلها. انت يا استاذ عزيز لما تخش في نقاش مع مراتك وتختلفوا تبعت تجيب لك اخواتها عشان يأدبوك؟ يا فندم مراتي ما عندهاش اخوات. تبعت تجيب لك ولاد عمها؟ يا فندم مراتي ما عندهاش اعمام. تجيب لك زمايلها في الشغل والجمهور المتعامل معاها؟ لا كده كانت تبقى مصيبه يا فندم. مراتي بتشتغل في مصلحه التليفونات، بس يعني انا اللي عايز افهمه ان مراتك قالت للجمهور انها مش هتعمل لهم مصلحتهم الا لما يخلصوا عليك. اصل النقاش كان في مكتبها، فالجمهور قال يخدموها عشان تخدمهم وتخلص لهم مصلحتهم. طبعا هم ما يعرفوش ان انا جوزها ونزلوا فيا فين يوجعك. يا ساتر يا معقولة يعني المسائل الزوجية ومشاكلها توصل للدرجة دي؟ انا قلت مفيش حد ينفع يتدخل بيني وبين مراتي واهلها الا انت. يا فندم اشمعنى انا يا فندم؟ لانك معروف في المصلحة بالاتزان ورجاحة العقل، ده غير ان حياتك الاسرية سعيدة ومستقرة. محدش هيحل مشكلتي غيرك. يا فندم 6 سنين يا فندم وانا عمال احل في مشاكلك العائلية يا فندم. نظرة على مشاكلي انا. الله، انت عندك مشاكل عائلية زينا؟ ما تفولش عليا يا فندم، انا بتكلم على الترقية. ظاهر مفيش فايدة. قول لي يا فندم، قول لي على مشكلتك الاخرانية وانا هشوف لك حل باقل الخسائر الممكنة. حاكم دماغ سيادتك ما عادتش تستحمل اكتر من كده. ايه ده؟ انت بتعيط ولا بتكح ولا بتعطس ولا بتعمل ايه؟ انت اكيد عندك مشكله كبيره جدا. يعني مش مشكلتي دي، مشكلة المنير. الراجل في السن ده هيحل مشكلته ازاي؟ فعلا سنه كبير جدا. ايه مشكلته؟ انت مالك انت مالك؟ دي اسرار ناس، يعني تحب اقول للناس على اسرارك؟ لا في عرضك، انت هتسيح ولا ايه يا استاذ؟ يبقى خلاص كل واحد يداري على بلاوي غيره. يا سلام، ونعم الناس يا استاذ عزيز. الحقيقه كل موظفين المصلحه ما كانوش عارفين يعملوا ايه من غيرك، يحلوا مشاكلهم ازاي من غيرك. بس انت بقى بالذات ما عرفتش احل مشكلتك ابدا. وطي صوتك. اسمع، مش خساره فيك. هي ايه دي اللي مش خساره فيا؟ الهديه. اصل انا فكرت وما لقيتش حد يستاهل في المصلحه الهديه دي غيرك انت يا استاذ عزيز، نظير الخدمات اللي بتقدمها لنا كلنا. هديه ايه دي؟ تعال اوريها لك، انا شايلها في المكتب هنا عشان ما حدش يشوفها. تعال يا عزيز. تعال. اتفضل. ايه ده؟ شيل الغطا وانت تعرف. ما تشيله انت، اشمعنى انا تشيله؟ لا ما ايه دي؟ عصفورة؟ كل دي عصفورة، ده بغبغان. بغبغان؟ واسمه كوكي، بيتكلم بس بيتكلم في الوقت المناسب. في الوقت المناسب ازاي يعني؟ لما تاخده كده معاك البيت ويونسك انت والمدام وتستمتعوا بكلامه الجميل هتعرف. طب انا متشكر جدا على الهديه الحلوه دي، بس اشمعنى يعني اخترتني انا بالذات واديتني الهديه دي؟ بصراحه هي دي مش هديتي انا لوحدي، دي هديه كل موظفين المصلحه، من اول السيد وكيل اول الوزاره لحد فراش المصلحه، تقديرا وامتنانا وتعبيرا عن شكرنا لحلك لمشاكلنا جميعا يا استاذ عزيز. يا عزيز، عزيز. ايوه يا حبيبتي. انت ايه اللي اخرك النهارده قوي كده؟ معلش كان عندي نبطشيه. ايه اللي في القفص ده؟ ده بغبغان اسمه كوكي. وجايبه منين كوكي ده؟ لا انا ما جبتوش، ده زمايلي في المصلحه هم اللي ادوا لي هديه تعبيرا وامتنانا عن حل مشاكلهم.
بس انت مش ملاحظ حاجه؟ ايه الحاجه اللي انا مش ملاحظها؟ انا متهيألي ان هو اخرس ما بيتكلمش. لا، اللي اداهولي قال لي ما تخافيش انه بيتكلم بس في الوقت المناسب. الوقت المناسب ازاي يعني؟ ما اعرفش، طالما ما اتكلمش لغايه دلوقتي يبقى الوقت المناسب لسه ما جاش. ايه يا حبيبتي، انا حاسس كده انك انت مرهقه تعبانه شويه النهارده. فعلا، اصل انا بعد ما خلصت الشغل طلعت على السوق، لقيت السوق كله شطب، مفيش غير محل واحد هو اللي فاتح. كان فيه خضار وفاكهه بايظه، اضطريت ان انا انقي احسن حاجه فيها وجبتها معايا. الحاجة البيضة في السوق تقول نيني نيني، تيجي الخيبة تشتريني. ما طلعش اخرس كوكي، ما طلعش اخرس. انت سمعت الكلام اللي قاله ده؟ قال نيني نيني. يقصدني انا بالكلام ده؟ انت ايه علاقتك بالنيني نيني يعني؟ وبعدين هو هيعرفك منين؟ ده تلاقيه مثل حفظه وعانه بالصدفه. بس ده واضح انه هيبقى مسلي قوي. لا، ودمه خفيف وبيتكلم في الوقت المناسب. بس احنا هنفضل بقى نتكلم عن كوكي يعني، ولسه الغدا. انا يا حبيبتي وانا راجع من الشغل جبت معايا جبنه وبطيخ وحطيتهم في الثلاجه. معلش يا حبيبي، انا بالليل هطبخ لك الخضار اللي انا جبته. اللي تطبخه العمشة لجوزها يتعشى. عمشه؟ انا؟ انت بتضحك عشان بيقول عليا عمشه؟ لا انت عليكي اجمل عيون في الدنيا، بس البغبغان كوكي ده بيقول لها كم امثال غريبه جدا. اضحكي خلي روحك رياضيه. تعرف، لولا ان انا واثقه فيك كنت قلت اللي انت محفظه الكلام ده عشان يسمعهولي. انا حفظ كوكي. اللهم اجعله خير. انا ما ضحكتش من زمان زي ما ضحكت دلوقتي. اصلا انا بتشائم لما بضحك كتير. بتبصني كده ليه؟ لا اصلي شايفك بتضحك يعني. الضحك هنا ممنوع في المصلحه؟ لا ده مش قصدي. المدير رقاك. انا ما لحقتش اكلمه، انا يا دوب طلعت على مراته وقالها. طب وانت؟ انا ايه؟ لا يعني اخبارك ايه؟ اخبار كوكي معاك ايه؟ فكرتني اما حته دين بغبغان. وزي ما انت قلت بالظبط بيتكلم في الوقت المناسب. ده انا حتى انا ومراتي نضحك لغايه الصبح، من امبارح لغايه الصبح. ده انت هتضحك ضحك، انت لسه شفت حاجه؟ ده الطقل ورا، ده بعد كده الضحك هيبقى مرمغه في الارض والله يا استاذ عزيز. عزيز، ايه ده يا عزيز؟ البغبغان ده ما بينطقش ولا كلمة ولا بيقلدني في أي حركة بعملها له. عزيز يا بابا، ده بغبغان فريد، بغبغان ما بيتكلمش الا في الوقت المناسب. اشرب شاي. شاي ايه؟ انت نسيت ان انا ما بحبش الشاي؟ افتكرتني حماتك. يا بابا بلاش الحساسية دي، اصلي يعني يا انا ابني اعترف، قول الحقيقة. طبعا يا حبيبي انت اتلخبطت بيني وبين حماتك لانها لاسألكم ليل نهار، مش كده؟ اتلخبطت بيني وبينها. انا الولية دي ما عرفتش ازاي اطفشها. طب ليه يا بابا؟ ليه انت عايز تطفشها؟ عشان تستريح في بيتك انت ومراتك وانا استريح كمان. شوف الساعة كام ولغاية دلوقتي ما رجعتش. اكيد عدت على امها عشان تلقنها دروس ضدك. ايوه يا حبيبي، دول عاملين حزب عليك وهيسيبك تتفلق. يا بابا مراتي ما بتتأخرش الا بسبب شغلها، ودلوقتي هتشوف بنفسك وهي راجعه انك انت ظلمتها. حماية العزيز، يا اهلا وسهلا. انا اسفه اتاخرت عليكم. شفت انت ظلمتها ازاي؟ اهي جت لوحدها. اتفضلي يا ماما. اصلها طالعه السلم على راحتها. ماما؟ انا عديت عليها بعد الشغل وقلت اجيبها تقعد معانا تتونس بينا بدل ما هي قاعده لوحدها. اتفضلي يا ماما. جالك كلامي، اهي جابت امها قصدك يعني، والتانية طالعة على مهلها على السلالم عشان تمخمخ لك كده في كام حاجة تنكد عليك، لكن ابدا هي مش عارفة ان انا قاعد هنا وهدافع عنك دفاع مستميت.
انت هنا؟ ايوه، بونس ابني زي ما بتونسي بنتك. يا اهلا وسهلا، نورتنا يا عمي. يا اهلا وسهلا، نورتينا يا عمتي. قصدي نورتينا يا طنط. اتفضلي استريحي. ايه ده، انت كنت عارف ان ماما جايه عشان كده عملت لها شاي مخصوص؟ انا بقى كنت عارفه ان انا هلاقيك هنا، فجبت لك معايا الكيك اللي انت بتحبه. متشكر انك عملتي لي كيكه مخصوص. لا انا ما عملتهاش ولا حاجه، دي جارتي كانت عامله كيكه، قلت لها خلي لي البواقي وهو كله بثوابه. الشاطرة تعمل حاجتها والخايبة تشحت من جارتها. يا قليل الادب، انا خايبه؟ لا لا لا، هو ما يقصدكيش يا حماتي والله. اتفضلي استريحي. لا يقصدني بقى، هو ده البغبغان اللي انت قلتي لي عليه؟ انا شخصيا بقى مش ممكن ادخل الاشكال دي بيتي. ليه بس يا ماما؟ ده كوكي ده ممتاز، اجيب لك واحد يسليكي؟ لا، انا اقول مين اللي يدخل بيتي ومين اللي ما يدخلوش. ابو جعران في بيته سلطان. يا قليل الادب يا سافل. كوكي ما يقصدكيش يا ماما. وبعدين يا حماتي هو قال ابو جعران ما قالش ام جعران. يا انت بتضحك عليا يا راجل انت. لا، اصل في نكته تذكرتها. انت متاكد ان البغبغان ده ما يقصدنيش انا بالكلام ده؟ يا حماتي هو البغبغان ده بيفهم عشان يقصد ولا ما يقصدش؟ يا هانم اهدي وخلي اخلاقك رياضيه. اتفضلي اقعدي. انا كنت قاعده في بيتي مبسوطه 24 قيراط، واخويا اللي عايش بره جه عشان يزورني وكوحشني خالص. قلت لا، لازم اروح لبنتي واشوفها واطمن عليها، مع ان العيله كلها ملمومين عندنا عشان اخويا. عاملين زي البراغيث تتلموا على الضيف. لا دي قله ادب بقى، دي مقصوده، احنا عاملين زي البراغيث اللي بنتلم على الضيوف. والله العظيم يا حماتي ما يقصدك. لا يقصدني، انت جايباني هنا عشان جوزك يهزقني؟ الله لا جوزك، طب انا ذنبي ايه؟ تلاقيك انت اللي محفظه الكلام ده عشان يقولهولي، ولا ابوك هو اللي مسلطه عليا يقول لي الكلام ده؟ الله، انا ولا ابويا كنا نعرف ان انت هتكلمي على اخوكي علشان احنا نلاقي الكوكي البغبغان ده يقول الكلام ده؟ انت بتضحك على ايه تاني؟ اصل تذكرت نكته غير النكته الاولانيه. هي ايه حكايه البغبغان ده؟ هو انت كمان فاكرين ان انا اللي مسلطه؟ يا حماتي مش معقوله يا حماتي تعملي عقلك بعقل بغبغان زي ده. ايوه صحيح يا ماما، كوكي ما يقصدكيش. اتفضلي اقعدي بقى. اتفضلي يا حماتي اتفضلي. ها، ازاي صحتك؟ زي ما انت شايف كويسه زي البوم. ده انت فله. وبعدين حلوه قوي الطاقيه اللي انت لابساها دي. دي مش طاقيه، ده بونيه. وبعدين انا مش مستنيه كلامك يعني، انا طول عمري احب ادلع نفسي. الدلع يا عوجة في السنة السوداء. يا قليل الادب يا سافل، اما كنت موجوده في ايديا دول. يا حماتي انت هتعملي ايه؟ انا هخنقه بايديا دول عشان يتأدب. حرام عليكي يا حماتي. ما انت ليك حق، ما انت اللي مسلطه عليا. انا يا حماتي انا مسلطه عليكي؟ ايوه، ما كل حاجه بانت واللي جواك من ناحيته طلع وقلته على لسان البغبغان بتاعك. انا يا حماتي انا اخلص. انت جايباني عشان اتهزق هنا؟ يا ماما بس اسكتي اسكتي يا ماما. ايه بس؟ انا غلطانه ان انا جيت معاكي، انا كنت قعدت مع اخويا، اديني سايبالك البيت لوحده علشان يبرطع فيه حماتي. سلام عليكم يا ماما. يا ماما حماتي استني يا حماتي يا حماتي يا حماتي. انا اسف يا عزيزه والله العظيم ثلاثه، انا ماليه ذنب في كل اللي حصل ده. عن اذنكم، انا داخله اوضتي عشان استريح. بابا، عزيزة شكلها زعلت يا بابا، دي أول مرة تزعل من ساعة ما اتجوزنا، أعمل إيه؟ أتصرف إزاي؟ يا راجل ده انت حقك تفرح وتبوس ايد كوكي وش وظهر. إيد إيه ورجل إيه؟ ده أنا لو طولت أقتله كنت قتلته، ده هو السبب في كل اللي حصل ده. لا، ده سبب السعد. ده قدر يعمل اللي ما قدرتش اعمله من سنين، قدر يطفش حماتك. عارف كوكي ده ولد. عارف لو فضلت ادربه 20 سنة ما كانش قال اللي قاله. يا بابا انا مطمن ان حماتك مش هتخطي البيت ده على الاقل 2 أو 3 كده. انا بقى مطمن عليك عزيز. اوعى مراتك تضحك عليك وتقول لك سرب البغبغان او بيعه، يبقوا كده عايزين يستفردوا بيك. كوكي جه في الوقت المناسب، هيخليني اموت وانا مطمن عليك. حبيبتي انت مش هتكوني تتعشي ولا هتقولي لي زي الغدا ماليش نفس؟
انا ما اتغديتش عشان انت ما اتغديتيش. انا عاوز اسالك سؤال واحد يا عزيز. اسالي يا حبيبتي 10 اسئله مش سؤال واحد بس. انت اللي سلطت البغبغان يقول لماما الكلام اللي قاله ده؟ معقوله يا حبيبتي تفكري في حاجه زي دي؟ امال ايه تفسيرك للي حصل؟ اكيد اصحاب البغبغان الاصليين هم اللي محفظينه شويه الكلام ده. هو صحيح كلامه بينشن، بس يعني المساله مجرد صدفه. هو ده بقى اللي مزعلك طول النهار. ده انت اول مره تزعلي من يوم ما اتجوزنا. هتيجي نتعشى سوا يا حياتي؟ انا عندي صداع، هنام على طول. اتعشى انت لوحدك. ده انا من يوم ما اتجوزنا ما اتعشيتش لوحدي. يا عزيز يا عزيز كوبا تاخد الانجليز. شفتي؟ اه بيقول كلام ملوش معنى، كل كلامه تخريف. ولا تخريف ولا حاجه. هو انت مش اسمك عزيز؟ يبقى اكيد بيندهلك. طب انا اسمي عزيز، مين بقى الانجليز وايه الكوبا اللي هتاخدهم؟ اكيد طبعا يقصد ماما. يا عزيز يا عزيز كوبا تاخد الانجليز. يا عزيز يا عزيز قول لك تسكت خالص. انت عمال تبغبغ بالكلام ومش فاهم انت بتقول ايه. عملت لي المشكله دي اول مشكله زوجيه في حياتي. بس بيني وبينك يعني انا بشكرك لانك خلصتني من حماتي وزنها على ودان عزيزه. المشكله الحقيقيه ان عزيزه زعلت مني وفاكره اني انا اللي مصنطك. الاعمى ما يشوفش من الغربال. تقصد ايه؟ وضح. ما هو انت ما تقعدليش ساكت كده احسن. هديلك في دماغك اخبطك في الحيطه وارجعك اخليك زي البيضه الخسرانه. البيض الخسران يتدحرج على بعضه. بس يا سيدي اني كل اللي حصل. وقال لك ايه تاني؟ ما قالش حاجه تانية، بس انا بعد اللي قاله ده قعدت افكر في اللي قاله. طب وانت ايه اللي خليك تفكر ان الكلام اللي قاله لك ده له معنى؟ اصل البغبغان ده زي ما انت قلت، البغبغان ده فيلسوف. انت هتقول لي اسالني انا بقى. على فكره كل كلمه بيقولها ليها معنى وهدف. قول لي بقى معنى اللي قاله ده ايه؟ اولا الاعمى ما يشوفش من الغربال. ده معناها ان الواحد ساعات بتبقى الحاجه قدامه واضحه زي الشمس وما بياخدش باله منها، وده ليه؟ انه بيبقى عامل زي الاعمى. طب البيض الخسران اللي بيتدحرج على بعضه. خد بالك لما تروح، اكيد يعني هتلاقي شويه بيض خسران ممشش وانت مش واخد بالك. ما هو الاعمى ما بيشوفش بالغربال. انا مش فاهم حاجه. ما تقلقش ما تقلقش، انا مش هجيب سيره لاي حد من زمايلنا. ده ياما دارت علينا. صحيح اللي يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته. معقولة يعني؟ معقولة ده يكون قصده؟ لا بس مش معقولة ليه؟ كل شيء جايز. ايوه كل شيء جايز. ما هو الاعمى ما بيشوفش من الغربان، لكن لو فتح ممكن يشوف من خرم الابره. صح ولا يا كوكي؟ صح. بس لو كنت تتفرج لي شويه يا كوكي، ركز معايا. لو كنت تتكلم وتنطق بس وتقول لي عزيزه ممكن يعني. مش معقول عزيزه. لا 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 بلاش الشك. كوكي بص، شايف يا كوكي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة بقت 5 بعد الظهر. كل يوم بتيجي متأخرة كده، وأنا زي الأعمى اللي ما بيشوفش من الغربال، وأنت حمار يا كوكي. أيوه عزيز مالك؟ أنت بتكلم نفسك ولا إيه؟ إيه حكاية الغربال ده؟ أهلا وسهلا يا مدام. سيادتك طبعا جاية متأخرة وهتقولي إن كان عندك نبض شيء. هو ده فعلا اللي حصل. وامبارح كنت عند ماما، أول امبارح كنت عند الخياط، أول أول مش عارف كنت فين، وأنا زي القرطاس. عزيز أنت تقصد إيه بالظبط؟ أنا بقيتش أعمى. الأعمى ما بيشوفش من الغربال، وأنا ما بقيتش أعمى، أنا فتحت. عزيز يكونش البغبغان ده سلطك علينا كمان ولا إيه؟ البيض الخسران يتدحرج على بعضه. تقصد مين بقى بالبيض الخسران ده؟ لا
ما هو ايه يا عزيز؟ فهمني انت تقصد ايه بالظبط؟ الموضوع كده زاد عن حده. ما هو انا اللي غلطانه من الاول عشان اتسهلت في موضوع ماما. لا عزيزه معلش اهدي يا عزيزه اهدي. عزيز قدامك لحد بكره، يطلع الببغان من البيت يا انا اللي هسيب لك البيت. عزيزه ما هو هايل. يبقى بدأت تشوف مين الغربال. قصدك ايه؟ اللبيب بالإشارة يفهمه. اولا انا مش لبيب، ما افهمش بالاشارات، انا عايز افهم بالكلام وانت اللي تفهمني. ليه عزيزه مصره انها تطرد البغبغان؟ البغبغان بص يا عزيز، قرارات المصيرية دي محدش ياخدها غيرك. وبعدين لازم تفكر، ليه مراتك عاوزة تطرد البغبغان؟ ليه مراتك عاوزة تتخلص منه؟ وإذا كان ده ليه علاقة بإنك بدأت تشوف من الغربال ولا لأ؟ مش عارف، انا في حيره يعني اصدق البغبغان ولا ما صدقوش، اصدق كلامه ولا ما صدقوش. يعني البغبغان ده الكلام اللي بيقوله ده يقصده ايه ده؟ معقول بغبغان هيقول كلام يقصده؟ انت كمان يا راجل بقى قول لنفسك يا راجل. اسمع، انت الليله دي مش هتبات في البيت. ايوه انت هتسيب البيت وتمشي تطلع بره، كل ده عشان خاطر عزيزه مراتي حبيبتي اللي تكره وشه يحوجك الزمان لقفاه. لا يا اخويا مش هيحوجني الزمن لقفاك يا اخويا. انا اللي هتفضل معايا هنا في البيت عزيزه مراتي. من جور الحداد انكوب ناره. حداد ايه ونار ايه؟ عزيزه دي بلسم دواء، عزيزه دي عصفوره يعني قطه مغمضه يمامه. عند اسعد اليمامه تقتل التعبان. لا عن سيره القتل بقى بلاش نتكلم مع بعض، انت شكلك كده دمك تقيل بقى وتقول كلام دمه تقيل. القتل قال ان نسيتوا اللي جرى هاتوا الجرايد تنقرا. شفت بقى؟ اديك بتقول كلام ملوش معنى بقى. اولا المثل ما بيقولش كده، بيقول ان نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا. ان نسيتوا اللي جرى هاتوا الجرايد تنقرا. هاتوا الدفاتر تنقرا. هاتوا الجرايد تنقرا. هجيب لك الجرايد تنقرا وهوري لك بقى ان الجرايد ده ما فيهاش اي حاجه، هتبسك عارف؟ هجيب لك صفحه الحوادث اللي بيبقى فيها الاخبار الوحشه ومش هنلاقي اي حاجه فيه. اهو بص ادي اهو صفحه الحوادث. فين صفحه الحوادث؟ اهي شوف. فين بقى؟ ما فيش اي حاجه. مصراز لونج خنقا بيد زوجته. زي بعضه. وانت قصدك هاتوا الجرايد تنقرا. وفاة زوج في ظروف غامضة. الشكوك تحوم حول الزوجة. ظاهر المسألة بجد يا صاحبي مش بهزار. ممكن أنا بعتذر لك عن كل كلمة قلتها لك. طب يعني تفتكر عزيزة عايزة تخلص مني؟ طب تخلص مني ليه؟ ده أنا مديها الأمان. اللي يخاف من العرسة ما يربيش كتاكيت. العرسة دايما بتاكل الكتاكيت مش كده؟ طب تفتكر يعني، خليك معايا بس ركز. تفتكر هي عزيزة عايزة تموتني؟ طيب لو كانت عايزة تموتني تفتكر هتموتني يعني خنقا زي اللي في الجورنال يعني، ولا هتختار لي طريقة تانية؟ خنق ولا شنق اهو كله في الرقبة. كله في الرقبة. لا بس انا هاخد احتياطاتي. انا هتصل بالبوليس. ايوه هي نمرة البوليس كام؟ هتصل بالبوليس. عزيز مالك يا حبيبي؟ انت عيان؟ لا ابدا ما فيش. انت بتترعش كده ليه؟ لا انا انت بتكلم مين في التليفون ولما شفتني السماعه وقعت من ايدك؟ لا ما انا ما كنتش بكلم حد. انا
ابين لها ان انا خايف عشان ما تنفذش اللي في دماغها يعني. انت بتكلم نفسك يا عزيز؟ لا لا لا، انا ما بكلمش نفسي ولا حاجه. انا طبيعي جدا اهوت يعني. هو انت ايه اللي اخرك النهارده؟ انا كنت عند الخياطه. عزيز مالك يا حبيبي؟ لا انت جبت غدا معاكي وانت جايه؟ لا غدا لا، ما جبتش غدا. امال الكيس ده فيه ايه؟ ده سطور. مكانك اوعي تقربي مني، بقول لك ايه، انا واخد كل احتياطاتي، مش هتقدري تنفذي اللي في دماغك. ايه احتياطات ايه ودماغ ايه؟ بقول لك ايه، السطور ده قال كل حاجه خلاص. السطور ده انا جايباه عشان اقطع بيه فخده الخروف اللي انت اشتريتها امبارح. فخدة ايه؟ فخدة الخروف عليا انا؟ عزيز انت تقصد ايه بالكلام ده؟ خليكي مكانك. اذا كنت عايزه الشقه خديها، رصيد اللي في البنك ال1000 جنيه طمعانه فيها خديهم هم كمان، بس ما تقربيش. انت عزيزه يا ماما، انت عايزه تذبحيني يا ماما. تذبحك ايه؟ انت بتخرف تقول ايه؟ انت بتهزر صح؟ لا هزر ايه؟ هي دي في حاجه فيها هزار؟ بصي بقى، انت لو قربت مني هلم عليك أمة لا اله الا الله. لا عزيزه يا ماما، انت عايزه تقتليني؟ اقتلك؟ هي حصلت القتل؟ دي اخر حاجه كان ممكن اتصورها ان انت تشك فيا. خليك انت بقى مكانك ومفيش لزوم تعمل اي حاجه، ولما يبقى عقلك يرجع لك يبقى تعالى لي عند ماما. الحمد لله كده ما كانش هيبقى شنق ولا خنق، كان هيبقى ذبح يا صاحبي. كتر خيرك، انت اللي انقذت حياتي. ابوك الشقة مات. الله يرحمه ويحسن اليه. وانا اللي كنت فاكرك بتشتمني. صحيح، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. يا بنتي ما تعمليش في نفسك كده. مش قادره اصدق يا ماما، عزيز يشك ان انا ممكن اقتله. يا بنتي ما انا قلت لك ان مخه ضارب. كوكي سمم افكاره من ناحيتي. يا بنتي كوكي ده حجه، هو عمل كده عشان يطفشك من البيت ويتجوز عليك. لا يا ماما، جواز ايه؟ انا شاك ان كوكي ده بيسلطوا عليا. ازاي يعني؟ تصوري النهارده الصبح اقول له فين الفستان الابيض بتاعي عشان البسه واروح بيه الشغل، يرد سي كوكي ويقول لي ايه؟ فستانك عامل زي ريش ابو قردان، ابيض وعفش. هو قال لك كده؟ ايوه يا ماما. وتصوري لما اقول لعزيز ان انا زعلانه وهسيب لك البيت وامشي واروح عند ماما كمان عشان اكل اللي انا عايزاه لانك حارمني، يرد ويقول لي ايه؟ عزيز قال لك ايه؟ لا يا ماما مش عزيز، كوكي. يقول لي قال ايه؟ جابوا الخبر ان ابو فساده بيعجن القشطه برجليه، قال كان يبان على عراقيبه. انا يا ماما ابو فساده؟ يا بنتي ما انا قلت لك هو ابتدى بيا وبعدين هيدور عليكي وهطفشك من البيت. اقطع دراعي ان ما كان هو عايز يمشيكي علشان يتجوز واحده تانية. اسمعي كلامي، سيبيه يغور بالبغبغان بتاعه واطلبي منه الطلاق وانا هجوزك ابن عمتك. من خمر؟ لا يا ماما ده شبه ابو فساده. يا بنتي ده غني وعنده ملايين. يا ماما ما تصدقوش، ده كذاب، ده طول عمره بيكذب. على رايك يا كوكي، قال ايه ابو فساده بيعجن القشطه برجليه؟ طب كان يبان على عراقيبه. بتقول سابت لك البيت ومشيت؟ ايوه ده اللي حصل، يعني دي اول مره تعملها، بس انا مش عارف انت يعني شكلك كده زي ما اكون فرحان. فرحان على سلامتك؟ انت مش بتقول انها كان معاها سطور؟ ما تصيحش يعني، احنا بنتكلم بينا وبين بعضينا، بس انا مش فاهم حاجه. انا حاسس ان انا اتهورت. لا ولا اتهورت ولا حاجه، اغزي الشيطان واوعى ترجعها البيت، واخد بالك؟ الحمد لله انك لفتت جلدك. انا من رايي تروح القسم تعمل محضر شروع في قتل، وتطلب كمان محضر انها عدم التعرض ليك. انتوا بتتكلموا في ايه الصبح؟ لا ما تخافش، مش هقول لهم انك ان شاء الله بيتك قرب يتخرب عن قريب جدا. قادر يا كريم يا رب. كلي يا حلوة يا حلوة كلي.
البيت بقى فيه هدوء جميل. انا قلت مش معقولة حماتك دي هتبطل تيجي هنا ولا بالطبل البلدي. لكن اللي بستغرب له ازاي مراتك تروح تقعد عندها يومين؟ انتوا ايه اتخانقتوا؟ لا يا بابا، اتخانقنا ايه؟ لا ده معقول برضو؟ لا طبعا معقول، لانك مش عايز تجيب لي العيل اللي نفسي فيه. يا بابا هو ده وقته؟ يا عزيزة كلها يوم ولا 2 وترجع البيت. خلاص مادام كلها يومين وترجع البيت اقعد معاك بقى اليومين دول. يبقى كده هتقعد على طول. ليه يا عزيز يا ابني في ايه؟ لا ما تاخدش في بالك، انا بقول اي كلام. ايه رايك في الكرافته الحلوه قوي دي؟ يا بابا ما انت لابسها من يوم ما اتجوزت ماما الله يرحمها. ايوه بس كرافته حلوه، وانا قلت لنفسي مش معقول حماتك تدلع نفسها وانا ما دلعش نفسي. الشايب لما يتدلع يبقى زي الباب المخلع. ايه ده انت تقصدني انا؟ عزيز شوف البغبغاء بتاعك بيشتمني. يا بابا هو ما يقصدش الكلام اللي قاله. ما يقصدش ازاي؟ امال مين علمه يقول لي الكلام ده؟ مش عارف، علمي علمك. ازاي يا عزيز علمك؟ اذا كنت انت وهو قاعدين لوحديكم. عزيز انت بتسلط البغبغان ده عليا. معقولة يا بابا؟ معقولة يعني معقولة انا اعمل حاجة زي كده؟ وبعدين قلت لك البغبغان ما يقصدش اللي قاله. لا ده غلط. شوف يا حبيبي، اذا كنت فاكرني شكرية لا، ده انا لحمي مر، انا ما اتاكلش، مش كل الطير اللي يتاكل لحمه. واسمع اذا كانت شكرية سلطتك عليا تبقى غلطان انك طوعتها. يا بابا ده بغبغان مش هيفهم اللي انت بتقوله ده. لا ده فاهم وعارف كل حاجة، انا ليا عيون وبتشوف. اعمى ويقول شفت بعينيا. شوف اهو بيشتمني قدامك، يا تاخد لي حقي منه يا اما مش هتشوف وشي تاني ابدا. اعمل ايه؟ يا ربي بابا وزين ورحمته وقبليه عزيزة زعلت وراحت بيت مامتها. طب ما اكيد انا اللي غلطان، انا اللي سبت البغبغان ده يتحكم فيا. ايوه انا يمكن اخلي البغبغان ده يقعد لحظة واحدة في البيت بعد كده، انا لازم اطرده من بيتي. اسمع يا بغبغان، انا لا يمكن ابدا اسمح لك بكلمة بعد كده، انا عارف هطردك بره البيت يا اكيد عزيزة، انا عارف احساسي عمره ما يخيبش ابدا. ايوه يا عزيزة ايوه. ايه ده؟ سامعك بتزعق وصوتك عالي. انا الساكن يسكن عندي في عمارتي صوته ما يطلعش بره شقته. هارش يا فندي؟ لا ده انا كنت بتكلم مع البغبغان بتاعي. البغبغان بتاعي؟ انا مش هارش، انت بتقول ايه؟ لا ما تاخدش في بالك. خير يا صندم بيه. خير ان شاء الله يا اخويا. اجرة 3 سنين. ما انا لسه دافع لك اجرة 5 سنين وقبليهم اجرة 7 سنين. وماله يا اخويا؟ يعني انا بحط حاجة في جيبي؟ ما هو كله ليكوا. وبعدين من غير مؤاخذة عشان نقصر كده ونجيب من الاخر، اصل انا مزنوق في قرشين، فقلت بدل ما اصور لي قتيل اخد فلوس من السكان بتوعي، يعني ما انتش لوحدك. ايوه بس انا على كده يعني دافع يجي 70 سنة مقدم لحد دلوقتي. وماله يا اخويا؟ ما هو كله ليكوا لعيالكوا، وبعدين الشقة دي ايجار وانا ما خدتش منك خلو، يعني بالقانون. ايوه بس يا شنطة اجرة البواب كام؟ ما انا لسه دافعها له اول الشهر. لا ما هو البواب ده اتكل على الله، السلعوة اكلته. انا جبت بواب اخر جديد، واحد صاحبي صديقي لسه خارج من تأبيده. انعم واكرم يا شلضم بيه. قلت اهو يجي برضه يلم له قرشين ويروش نفسه. اجرة البواب كام؟ 5 جنيه في الشهر. في 10 سنين يبقوا كام؟ 10 سنين؟ ايوه. عاجبك ولا مش عاجبك؟ اللي مش عاجبه يعزل، انا بقولها بالفم المليان، اللي مش عاجبه يعزل. عاجبك يا فندي؟ عاجبني يا شلضم بيه،
يعجبني. كمان النهارده العفاريت بتتنطط في وشي وكنت هصور قتيل. ايش على بال القرد من سواد وشه؟ ايه ده؟ قصده على مين ده؟ لا ما تاخدش في بالك، ده عيان وبخطرة، اصل انا لسه جايبه من عند دكتور البغبغانات. بخطرف. بحسب. بقول ايه يا افندي؟ مش واجب برضك لما تكون هتسكن حد معاك في الشقة تقول لنا تاخد مني انا الاذن؟ حد مين؟ البغبغان بتاعك ده. لا ده مستاكن، ده جاي هنا زيارة عمل وماشي. ماشي يابا ماشي. اصل انا بتلكك بصراحة، عايز اي واحد من سكان العمارة دي يموت يروح في 60 داهية عشان اخد الشقة لاي عيل من عيالي، ما انت عارفهم. طبعا عارفهم. خيشة بيه خريج اصلاحية المرج، ولا صنقور باشا خريج اصلاحية عين شمس ولا فتكات هانم خريجة ملجأ شبرا. عيال زي الفل، عيال مجدع طالعين لابوهم. زي ولاد الحداية، لا يتاكلوا ولا يتلعب بيهم. ايه ده؟ انا ولادي زي ولاد الحداية؟ العفو يا سلطان بيه، العفو. ده انت ولادك يا سلام عليهم، كل طلعت شمس وهم واقفين كده بيقفلوا الشارع، ولا يا عيني لما يخشوا لبعض مبارزه ويتخانقوا بالسكاكين. امال قصده على مين ده؟ لا ما انا قلت لك ما تاخدش بالك، ده عيان وبيخطرف. طب بقول له بلاش يخطرف معايا انا بالذات، هرش. ما هو اكيد سامع بنفسه، على رايه اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. بقول لك يا فندي، انت كبيرك بكره الصبح والفلوس تكون عندي، بس على فكره انت معزوم. معزوم على قتيل سيادتك عازمني عليه، تفرجني عليه وهو يعني بيتدبع. فرحي، بس انا هتجوز. انت ما انتش هارش ان انا بحب التغيير. هتجوز البت زعبولة اللي امها بتبيع براجيت الست على اول الشارع. انعم واكرم. يا سلام، اهو ده النسب ولا بلاش. البت خطفت قلبي من اول نظره. صرصار وعشق خنفسه ضربيها في البلد محتار. صرصار وعشق خنفسه. انا صرصار وبعشق خنفسه؟ انت مسلط البغبغان بتاعك عشان يشتمني؟ طيب اما كنت ادبهولك واعرفه ازاي يكلم اسياده، اما كنت اذبحهولك واعمل عليه الشوربه واشربها لك، ما بقاش انا شلضم. الو. اهلا يا فندم، اهلا. انا ما جيتش الشغل بقالي يومين. ازاي يا فندم؟ انا كنت عند سيادتك امبارح يا فندم. الله يخرب بيتك يا شنطم. لا يا فندم، مش بيتك انت اللي يتخرب، ده انا قصدي اتخرب يا فندم. ازاي يا فندم؟ مراتك طلقتك يا فندم؟ لا يا فندم، انا جاي لك حالا يا فندم، لازم اشوف لك حل للمشكله دي. حاضر يا فندم، مسافه السكه. مع السلامه يا فندم، مع السلامه. منك لله، من ساعه ما جيت لي هنا والمصايب عماله ترف عليا. بالك انا اول ما هرجع من الشغل لازم اشوف لي صرفه معاك واسربك من هنا. ان ما كنتش هنتف لك ريشك ما بقاش انا. استنى عليا لما ارجع بس. ايوه اقعد يعمل لي كده طول النهار انت.
استاذ. اتفضل روح شوف شغلك وحسابك معايا عسير. هيجيب لك عصير؟ لا بيقول لي حسابك معايا عسير. ما انت لو كنت بتسمع كويس وتحط ودانك على الخرم صح كنت سمعت. عاجبكم كده؟ اهو مراته طلقته. ايه يعني مش عايز ناخد اجازه ولا ايه عشان خاطره؟ انت قدها ودود، حلها له، ده انت حلال المشاكل. لا المره دي مش هينفع. الست اصلها خدت الشقه بالعفش وهو معتبرني ان انا المسؤول عن كل اللي حصل. اقول لك بقى تحل المشكله دي ازاي؟ العشاء. ايوه احنا كلنا عملنا كده. انت مش واخد بالك؟ اصل من يوم ما مراته طلقته وخدت منه الشقه وهو مش لاقي حد يطبخ له في البنسيون اللي قاعد فيه. احنا بنعمل كده، كل واحد فينا بيعزمه ويعشيه يوم. لو انت عملت كده هوت قلبه هيصفى من ناحيتك وهيبقى زي الفل، لان هو اساسا تافه. ايه؟ تافه. صدقوا. يعني انتوا متأكدين من الكلام ده؟ انت لسه واقف مطرحك؟ طيب انا هنقلك فرع الشركه الجديد في اسوان واخليك تقف في الشمس لحد ما تاكل دماغك. لا انا همشي يا عم، انا خايف. لا ما تخافش ما تخافش. انا كنت عايز اعزم سيادتك على عشاء في بيتي. عشاء؟ شوف حضرتك الحاجات اللي انت بتحبها الاصناف يعني وانا اعملها لك. قول له هعمل لك محشي ولوبيا بعين سودا. متاكد؟ لوبيا بعين سودا. لوبيا بعين سودا ومحشي. ويلزم التكاليف بس. لا مفيش تكاليف ولا حاجه، ارخص حاجه. انا هروح اخلص اجراءات نقل الاسوان وبعدين اروح احضر لك اللوبيا بعين سودا. يا راجل اسوان ايه؟ معقول انقل لك اسوان وانت عايز تعزمني على عشاء؟ ده حتى قطع الفم تستاهل عين. ايوه الفم يبقى لازم تاكله في فم الخليج. مش قلت لك انه تافه؟ والله هيوديني في داهيه. انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. لا ما انا ما كانش ممكن اسيبك في موقف زي ده لوحدك. بس شفت بقى ست والدتك كانت رافضه انك ترجعي معايا. طب وهو انا قدرت ابعد عنك؟ بس انا لازلت عند شرطي. وانا عند نفس الشرط ده. كون كده مش هيبات الليله دي في البيت، بس بعد ما المدير يمشي انا هاخده واسربه. انا مش عارف ازاي سمعت كلامه وكنت هخسر اجمل حاجه في حياتي. اهو المدير وصل. ايوه انا رايح افتح له. استنى افتح له ايه؟ انت عايز المره دي ينقلك الشلالات؟ ليه في ايه؟ في ايه كوكي؟ انت ناسي عمايل كوكي؟ هتسيبه كده ازاي؟ هسيبه ازاي؟ ده انا لازم اخبيه، بس اخبيه فين؟ اخبيه فين؟ اخبيه فين؟ طب استنى. هنا تحت السفره. تحت السفره. السفره دي؟ ايوه كده ما حدش باين على جنب على جنب. خبيت خلاص كده تمام كده. انا مدير عشان اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم اتفضل. اهلا بيك يا عزيز. اقدم لك يا فندم المدام. انا مواكرم ست عاقله وكمل صحيح. انت عارفه يا هانم ان الموظفين بيحسدوا الاستاذ عزيز عليكي في المصلحه. متشكره قوي. اتفضل يا فندم في الصالون. انا اخش على المفيد على طول. اقتحام الهدف من اهم مبادئي. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده كله؟ ما تتفضلوا، انتوا مش هتعشوا معايا ولا ايه؟ اللي تشوفه سعادتك. خير ربنا كتير ويكفينا كلنا. ده انا حاسس ان انا شبعت من منظر الاكل. شبع بعد جوعة يربي في القلب لوعة. سمعت حد قال حاجه؟ لا يا فندم ده انا كنت باخد ريقي بس خدته بقوه شويه. لا يا فندم مفيش حد قال حاجه خالص. حاجه غريبه. اتهيألي سمعت حاجه. الظاهر الجوع خلى الواحد يسمع اصوات غريبه. الجعان يحلم بسوء العيش. لا المره دي انا سمعت حد بيقول الجعان يحلم بسوء العيش. انت يا استاذ جايبني تهزقني عشان اتعشيني؟ يا فندم انا ببلع ريقي. ما هو من الصبح سيادتك بتتكلم انا ما فتحتش المهم ولا كلمه واحده. تكونوا من الناس اللي بيتكلموا من بطنهم. انا عارف حركاتكم دي. وعيتك مهببه منقول فرع الشركه في اسوان. لا يا فندم اسوان ايه؟ ده واضح ان حصل سوء تفاهم. اصل البغبغان اللي عندنا هو اللي قال الكلام ده. بغبغان؟ هو فين ده؟ اهو اصل انا ولاد اختي كانوا بيلعبوا صغيرين اطفال فخبوه تحت السفره، بس انا هدخله جوه عشان استني. ده شكله ظريف جدا. ده انا اول مره اشوف فيها بغبغان بيتكلم. الله، هتبقى فرصه ظريفه قوي نتعشى ونتفرج عليه. اتفضلوا، انتوا مش تعشوا معانا ولا ايه؟ اتفضل.
يا فندم انا بقول انه حضرتك مش هتعرف تاكل والبغبغان موجود. انا هدخله جوه. وانا بقول مش هتعشى الا والبغبغان جنبي. انت اكيد كنت تقصد حد تاني يا امور، مش كده؟ الكلام ليك يا جارة، وان ما فهمتيش تبقى حمارة. لا، البغبغان ده عاصي يهزني. يا فندم انا قلت لك من الصبح ندخله جوه. يا استاذ انت مسلطه يهزني. يا فندم مش مسلط ولا حاجه، يعني انت حسيتك هتعمل عقلك بعقل بغبغان زي ده؟ عندك حق، اكيد هو ما يقصدش. الاكل جميل وممتاز، بس ناقصه حاجه واحده. ايه هي يا فندم؟ الجنزبيل. هم زملائي في الشركه ما قالولكش ان انا بحب الاكل بالجنزبيل؟ ايش عرف المهابيل باكل الجنزبيل؟ لا، البغبغان ده قاصد يشمني ويهزقني. سعادتك اكيد هو يقصد حد تاني. لا يا هانم، ده يقصدني انا. يا فندم امسحها فيا امسحها فيا يا فندم، مش معقول هتعمل عقلك بعقل شوف يا فندم ده بيعمل ازاي، ده جنن يا فندم. بص يا فندم، بص على الاكل الجميل ده. عندك حق، عندك حق. انا هعتبر ان انا ما سمعتش حاجه خالص، بس على شرط دي اخر مره. انا بقول بقى ندخل كوكي جوه. انا برضه. وانا بقول خلوه بره. احنا كنا بنقول ايه؟ ايوه الحمد لله افتكرت. السيد وكيل الوزاره كان كلفني بعمل مهم، والاعمال المهمه دي احب اعملها بنفسي واعتمد على نفسي. هو الاستاذ عزيز ما قالكيش قد ايه انا دؤوب ونشيط؟ ايوه يا فندم طبعا. قلت لها يا فندم والله، قلت لها على كل حاجه. قمت انا جبت دفاتري وبياناتي. دور القرد في دفاتره ملقاش غير ديك وضوافره. لا دي بقى مش ممكن اسكت عليها. انت يا استاذ مسلط البغبغان ده يهزقني. ابدا يا فندم والله، ابدا يا فندم. ما هوش. انت يا استاذ متحول لتحقيق ومنقول فرع الشركه في اسوان، وان كان على العشاء انا مش عايزه. كفايه عليا سندوتش. يا فندم ارجوكي انا هشرح لحضرتك من فضلك يا فندم. في صوتك اهو حصل. يا ربيتك، عارف انا هقوم اخلص عليك واموتك. استنى يا عزيز بس، حرام عليك، وذنبه ايه؟ مش حرام عليه، هو اللي عمله فيا. انا عرفت دلوقتي ليه فوز اداني البغبغان ده انا بالذات. الحقوني الحقوني، هيموتني الحقوني. انا مش هسيبك الا لما اقدمك. بالراحه بس يا استاذ عزيز، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ اساله يقول لك. بقى هي دي هديه المصلحه اللي زمايلي اختاروني انا بالذات علشان يهدوها لي. انا ما غصبتوش عليها. هو ايه ده اللي ما غصبكش عليها؟ اساليه يقول لك. ايه؟ المدير الجديد عايزك استاذ عزيز. ايه المدير الجديد؟ امال القديم راح فين؟ عقبال امالتك، وكيل الوزاره نقلوا اسوان، الفرع الجديد هناك. نقبك طلع على شونه يا صاحبي. يا طيب المره الجايه ابو قردان مش بغبغان، وتشوف هينقلك فين ابو قردان ده، الواحات ان شاء الله. اتفضل اقعد يا استاذ عزيز. الحقيقه يا استاذ عزيز انا بسمع عنك كل خير. متشكر يا فندم. وبسمع كمان انك حلال المشاكل. انا تحت امرك يا فندم في اي مشكله عايزني احلها لك. الحقيقه يا استاذ عزيز انا ما عنديش اي مشاكل. الحمد لله يا فندم، بس يعني مش معقوله حد في الدنيا دي ما عندوش مشاكل. انا حياتي الاسريه مستقره جدا والحمد لله، وعمري في يوم من الايام ما اتخانقت او زعلت مع مراتي. وبالنسبه للشغل السيد وكيل الوزاره مبسوط مني جدا، وعشان كده نقلني هنا ونقل المدير اللي قبلي اسوان. يعني زي ما انت شايف كده مش محتاج اي خدمات منك. وقت الشغل بدل ما تستغله في الشغل بتستغله في حل مشاكل الزملاء. مش فاهم يا فندم سيادتك يعني تقصد ايه؟ انا في الحقيقه بفكر اقلل الموظفين اللي عندي هنا. في فرع جديد للمصلحه فتحوه في اسوان اللي انتقل له المدير اللي قبلي، واللي انت هتتنقل له من اول الشهر الجاي. وهناك اعتقد انك مش هتلاقي وقت لحل مشاكل الزملاء. كارثه مصيبه. اهدى بقى يا عزيز. قاعده ازاي؟
والمدير الجديد عايز ينقلني من اول الشهر. ده زي ما يكون جاي ومتوصي عليا. المشكله ان هو ما عندوش مشكله عشان يحتاجني ويوقف نقلي. المهم دلوقتي تخلصني من البغبغان ده، انا مش قادره استحمل وجوده في البيت تاني بعد كده لحظه واحده. اخلصك من البغبغان؟ بس لقيتها. هي ايه دي اللي لقيتها؟ المشكله اللي هتخلي المدير الجديد ما يستغناش عني لحظه واحده. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ايه ده يا استاذ عزيز؟ سايب شغلك ومكتبك وجاي هنا ليه؟ يا فندم انا جايب لك هديه ما اظنش انك هترفضها. هديه؟ فاكرني لما تجيب لي هديه هغير رايي ومش هنقلك اسوان؟ حاشا لله يا فندم، حاشا لله. الهديه دي من غير اي غرض. وانا برفض هديتك مقدما. طب مش لما تشوفها الاول يا فندم؟ الله، ايه رأي سيادتك بقى في البغبغان ده؟ ده شكله جميل جدا. لو بيتكلم في الوقت المناسب يا فندم اكيد هيعجب المدام. الاولاد هيتبسطوا بيه قوي. ما شاء الله يا فندم. يعني معنى كده انك قبلت الهديه يا فندم؟ وهي هديه زي دي تترفض؟ قلت لي البغبغان ده اسمه ايه؟ كوكي يا فندم. اسمه كوكي. كوكي هديه مقبوله. بس ارجع واقول لك انك هتتنقل اسوان اول الشهر الجاي. على اول الشهر ما يجي يا فندم اكيد سيادتك هتحتاجني بشده يا فندم.